على الحلويات. طالما جيت كده يبقى فيها get ready with me، فيها صوت متغير، فيها واحدة عندها برد، فيها واحدة ملهاش نفس انها تعمل طرحتها عشان تبدأ تصوير اصلا. تمام. صباح الخير، او مش صباح قوي، احنا الساعة 10:15 وانا عندي امتحانات النهاردة، اول يوم امتحانات. اول يوم امتحانات في مرحلة جديدة من حياتي، مرحلة تانية خالص غير كل المراحل اللي عدت قبل كده. نسيت الاول. رحب بالموجودين، اهلا وسهلا بيكم، نورين قناة مبعث فرحة وزي الهمة. لو اول ما تشوفوا قناتي والقناة عجبتكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديدة. اتمنى ان صوتي يكون واصل لكم عشان زي ما انتم شايفين انا عندي برد. بصوا بقى، هي مرحلة جديدة، مرحلة مختلفة، مرحلة تخوف بصراحة من الاخر كده يعني. ما, ما ينفعش ان انا استهزأ بيها. تمام. فانا صحيت ماسكه في بريك. انا امتحاني مسائي، امتحاني يبقى الساعه 1، فجبت جهازي من دلوقتي، بجهز من دلوقتي عشان همشي على الساعه 11:30 كده. ابقى براحتي، مبقاش مستعجله، البس براحتي واصور براحتي. وانا متوتره جامد، عن جد انا متوتره. المهم صحيت، صليت، فطرت، بشرب النسكافيه بتاعي، وهاخد اكلي معايا علشان ما ينفعش امشي من غير اكلي. لسه مخدتش الانسولين بتاعي، هاخده، هلبس، هجيلكوا نعمل. رنا بتقولي اياك تاخدي اللانش بوكس بتاعي، لا مش واخده اللانش بوكس بتاعك والله. فهلبس، ولحد الان ما حددتش هلبس ايه، في 3000 طقم في دماغي. بس هشوف هلبس ايه وهبقى اجي. وصلت لحد هنا من الفيديو، هتعملوا ايه؟ سواء انك تحت في الكومنتات وتحطوا لايك وتشاركوا الفيديو مع اخواتكم واصحابكم وتقولوا لهم بتدخلوا ايه. شوفوا دي هتفر الروح. الله يكمل الفيديو بقى. انا كده ايه، انا كده خلاص لبست السود. تمام. وهلبس شنطة سودا، كوتشي اسود، خلاص لبست. بصوا، المناديل السحب بتزود البرد عشان الريحة بتاعتها. تقولوا لي في مناديل ما فيهاش ريحة، بس معظمها كلها فيها ريحة، مش هروح ادور انا العلبة فيها ريحة ولا لا. حلو بنت الناس المحترمين دي واسحبي براحتك بقى. تمام. انا دلوقتي خلصت، هلبس طرحتي وهجيلكوا بمفاجأة في الفيديو. بما اني عندي برد، تعتبر دي كورونا يا جماعة، محدش. اطلعي كلمي ماما في الباب عشان الصوت. تعتبر دي كورونا بجد، اللي هو ايه. المهم انا جبت ده معقم، لسه هفتح. انا شغلي ده والله العظيم موفر عليا حاجات كتير 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 يا جماعة. مش محتاجة ان انا انزل عشان اجيب اي حاجة. المهم هلف الطرحة ونيجي عشان نكمل شنطتي عشان ما ننساش حاجة. الحاجات المهمة انا حطاها من امبارح، انما لو نسيت اي حاجة فعادي. المهم معايا اقلامي والاي دي بتاعي والبطاقة وخلاص، عادي كده، مش مهم اي حاجة دي. ومش عارفة احفظ الرقم القومي بتاعي، طويل، مش هقولكوا عليه. لف الطرحة ويجي شكرا لكم مفاجأة قلتلكوا. بس لما ننزلها والله انا بالنسبه لي الميك اب ما بيكملش غير بالروج. انا لبست كمامه علشان ايه، الدنيا ايه الخربوق. بصوا قدامي 3000 حاجه في الشنطه عايزه احطهم، والشنطه انا امبارح حطيت السكتش بتاعي فيها. انا مش عارفه انا هدخل باقي الحاجات دي ازاي. بصوا هنا انا هحط الجهاز ماشي، والنضاره، وهحط معاهم علبه العصير هنا ماشي. نحط دي، وهحط الدبابيس في الجيب اللي قدام، واحط معاه الايربودز المهم هبقى افتحه بعدين لما اخرج. حلو كده،
حلو. هنقفل على هنا، اتقفلي وخليكي شنطة ايه محترمة مهذبة كده. تمام. بصوا بقى هنا المفروض يعني ان في بنوتة طالبة مني حاجة، انا هحطها في كيسة سودا ومش هحطها في كيسة تانية ومش هدخل الكيسة بالماء، فانا هحطها جوه هنا. استنى بس عايزة انزلها تحت. نزلت ازازة المية بتاعتي تتحشر نفس الحشوة. استنوا عايزة اخرج حاجات كده من هنا الاول. انا لو خرجتهم صدقوني ما هيدخلوا تاني اصلا، بس اهي محاولة. وسندوتشاتي. تعالوا بقى ايه نرجع الحاجة دي مكانها. وادي النضارة. خلاص انا حطيت كل حاجة في شنطة. لبست الساعة بتاعتي. ايه ده؟ مظبوط. مش عارفة اخد المناديل، الشنطة تقيلة بجد. اخد اخد المناديل كلها زي ما هي كده. ايوه هي زي ما هي كده. هاخد منها ايه يعني؟ انا مش عارفة انا هشيلها وهمشي بيها ازاي اصلا، بس انا اول ما هوصل البنوتة هتاخد هتاخد الحاجة بتاعتها، واتمنى ان انا اشوفها بسرعة يعني، عشان بصوا الشنطة معوقة ازاي، حاجات كتيرة. عايزة بقى اقصرها كده حبة صغيرين عشان انا مش طويلة للدرجة دي. فاضل لي الكوتشي هقوم البسه. نسيت تليفوني احطه فين والله العظيم. احطه في الجيب اللي قدام مع الايربودز. تمام. هقصر الدراعين عشان لو اضطريت يعني ان انا البسها على الاتنين تبقى تبقى مظبوطة كده اهو. ماشي. بس استنى. يا لهوي دراعي مش حاسه بيه. انزلي يا وليه انزلي. استني بس انا عشان بصور. بس خلاص خلصت. هقوم البس الكوتشي بتاعي واكمل لكم هناك. وكفايه عشان بسمعها تتعدي. احط لايك للفيديو. بصوا في الاول مكنتش عارفه اتكلم خالص. في البدايه كده انا وداني ابتدي عليا وشعري طلع من الطرحه، وطوبة البس كمامه تحت الطرحه تاني عشان انا وداني بتصوت. امتياز بعون الله. يا لهوي وداني. باذن الله امتياز او جيد جدا، مش جيد مش مقبول. يا امتياز جيد. ماشي من كده شطورة. انا صورته وبعته للدكتور حالا، وما شاء الله الدكتور رد عليه بسرعة عشان انا مكلماه قبل الامتحان بيومين. الامتياز ان شاء الله اللي هتضم بنجاح يا ولاد. والله لازم النهارده انا اتمرمطت وانا روحت الحمد لله. زي ما قلت لكم الامتحان كان حلو جدا جدا الحمد لله. يعني الدكتور طمني بنوتي تكون شطوره اجيب امتياز باذن الله. وكمل لكم تصوير في الاوضه التانية عشان كانت لقيت تيتا هنا ونايمه هناك، فمعرفتش ان انا اعمل لها ازعاج يعني. انا وداني بتصوت من البتاعه دي. بعد كده هجيب اللي بتتربط. انا عندي البتاع اللي بيتعمل بيها فوق بس انا مش عارفه هو فين. خلصت. وطبعا دي لجنه خاصه لوحدي، او مش لوحدي انا يعني طلاب الدمج ذوي الاحتياجات الخاصه عموما. ومفيش حد بيراقب علينا. بس انا مش كده ما بعرفش اغش. اعرف اغشش والله كنت بغشش الصراحه يعني. المهم خلصت وروحت. الصبح لما رحت اركب
كانت في عربيه لسه بتحمل وانا ما بركبش ورا، ما بركبش جوه، عشان انا اول واحده بتنزل يعني، في ربع الطريق كده بكون نازله خلاص. فايه بقى فضلت واقفه لما العربيه كلها حملت، ورجلي خلاص، والقعده كمان ذات نفسها بتوجع رجلي في العربيات. رحت هناك وطلعت فوق ونزلت تاني، وحالة ما يعلم بلا ربنا. بس انا وصلت بيتي بسلام وبهنا وكل حاجه. بنت خالي هنا بقى هقلع البتاعه دي عشان انا خلاص، واروح العب معاها. بس كده. هتلاقوني بعمل حركات كتير عشان انا مبسوطه الصراحه ان الامتحان طلع حال. اشوفكم يا رب دايما على خير، احسن حال. دودوا بعيد اللي وحبه، وادعوا لي ان شاء الله ان شاء الله كده اجيب امتياز. ادعوا لي وربنا يخلي يعني يخلي ايه، يا رب الامتحانات اللي جايه كلها تكون حلوه يعني.